السلام عليكم، انا ساجده وجايب فيديو النهارده اقول لكم على ازاي تجيبوا تقدير عالي في سنه اولى كليه، وازاي ان انتوا تدخلوا الكليه يبقى حاطين هدف بس ان انتوا هتجيبوا ان شاء الله تقدير عالي وتتوفقوا فيه ان شاء الله. في الفيديو ده انا بنقل تجربتي الخاصه ازاي الحمد لله قدرت اجيب تقدير امتياز في اللي هو الكليه، فاقول لكم على 10 نصايح هيفيدوكم جدا في اللي هو ازاي تتعاملوا مع الجامعه في الدراسه وكده وتجيبوا ان شاء الله تقدير عالي. مش الضروره اللي نفع مع الناس ينفع معاك انت في بداية مرحلة جديدة، فبتسمع فيديوهات كتير عن ازاي تجيب تقدير عالي وازاي تستعد الأولى جامعة دراسيا وكده، فانت بتسمع فيديوهات كتير ونصايح كتير، وكل النصايح دي ممكن تشتتك بعدين، ممكن تعمل النصايح اللي انت بتسمعها فما تنفعش معاك فتحبط وتيأس، واحنا مش عاوزين كده. فانت اي نصايح انت بتسمعها انت تشوف بس ايه المفيد بالنسبة لك، خد بس اللي هو مثلا 10 نصايح، انت خد مثلا هو النصيحتين اللي فادوك خلاص انت تاخد النصيحتين، مش بالضرورة ان انت تعمل 10 نصايح كلهم، خد اللي يفيدك واللي يناسبك. تاني حاجة المواد العملية مهمة جدا وعليها درجات كتير، فلازم تحضر السكاشن ولازم تحضر العملي، والمحاضرات النظري بيبقى فيها رغي كتير وكلام كتير جدا، فانت حاول ان انت تحضر المحاضرات دي واللي هو تشوف الدكتور ركز على ايه وتاخد بس اللي هو المفيد بالنسبة لك. وانا بالنسبة لي كنت بعمل مثلا اللي هو في اغلب المواد طالما محاضرة نظري بسمع اللي هو كلام الدكتور اللي هو مثلا قال عن النقطة دي مهمة، مثلا 20 سلايد، فمثلا اللي هو الدكتور قال مثلا منهم 15 بس اللي هو دول المهمين، فبحاول ان انا الخصهم تقريبا اللي هو في صفحتين ولا حاجة او ما يزيدوش يعني عن كده، المهم بس الكلام المفيد اللي هو هيفيدني، عشان محاضرة نظري بيبقى فيها كلام كتير جدا فانت بتزهق اصلا وانت بتقرأ. تالت حاجة ما تقارنوش نفسكم بحد، كل واحد بيبقى ليه اللي هو ظروفه الخاصة بيه، فانت قارن نفسك بامبارح كنت ايه، وانت مش في سباق مع حد، واهتم جدا بالصحة النفسية بتاعتك، ما تهملش اللي هو ان انت تبقى دراسة بحتة بس، لا خلي بالك من صحتك النفسية عشان مهمة جدا. رابع حاجة ازاي تعمل ملخص، والملخصات بالنسبة لي فادتني جدا وفادت الدفعة الحمد لله. طب ايه هي الغلطات اللي انت تتجنبها لما تيجي تعمل ملخص؟ اول حاجة ان انت ما تنقلش كل اللي هو البي دي اف في الملخص بتاعك عشان ده مش صح. تاني حاجة تكتب الكلام اللي مش مهم في الملخص. اول حاجة في الملخص ان انت هتقرأ المحاضرة كلها، وان حاول بس اللي هو وانت بتقرأ كده المحاضرة بقلم رصاص او اي قلم تعلم بس على الحاجات المهمة اللي هو انت شايفها مهمة والدكتور قال اللي هو عليها مهمة، والنقط مثلا اللي هو ممكن تيجي في الامتحان، وتعلم بالقلم الهايلايتر على العناوين الرئيسية. يعني من الاخر خد كده فكرة عن الموضوع، اصلا المحاضرة بتتكلم عن ايه، الكشكول اللي هتلخص فيه واكتب العنوان الرئيسي والعناوين الفرعية. في الملخص لو عندك مثلا اللي هو رسومات مثلا عن جسم الانسان، لو انت مثلا كلية علمية ممكن ترسم في الملخص، بطريقتك دي بتساعدك ان انت تفتكر كل حاجة من الرسمة عشان انت عاملها بايدك. لو انت مثلا عندك في المحاضرة حاجات مثلا هو شبه بعض ممكن تلخبط، ممكن تجيب كده ورقة فاضية لوحدها وتعملها كأنها خريطة جمع فيها الحاجات اللي هي ان انت بتلخبط فيها، ده هيسهل عليك كتير بعدين ان ورقة واحدة الحاجات اللي ممكن تلخبط ممكن اللي هو يركز عليها في الامتحان. خامس حاجة بعد ما تسمع المحاضرة وخلاص فهمتها وعملت التلخيص بتاعها، اقفل اي حاجة ليها علاقة بالمحاضرة وحاول ان انت تجيب ورقة فاضية وتكتب مثلا هو الحاجات اللي انت فاكرها بس من الموضوع، ده هيركز على النقط الاساسية اللي هو اللي انت حاجات ثبتت في دماغك وحاجات لسه ما ثبتتش. الحاجات اللي انت كتبتها في الورقة خلاص دي ثبتت في دماغك ومتنساهاش، والحاجات اللي انت ما كتبتهاش يبقى انت محتاج ان انت تراجع عليها كده. وممكن مثلا اللي هو تجيب مثلا حد من اخواتك او تجيب زميلك مثلا اللي هو تشرح لبعض مثلا المحاضرة والنقط المهمة، لو انت مش حابب ان انت تشرح لزميلك ولا حاجة، انا اللي هو بشرحها اللي هو لنفسي كده، لو كأني بشرح لنفسي فده بيسهل عليا كتير وبيخلي المعلومة تثبت. والمهم ان انت تقفل عليك باب الأوضة عشان ما يقولوش هو بيتكلم نفسه ولا حاجة. سادس حاجة الفهم، لو انت مش بتفهم ان انت بتحفظه يبقى كده انت مش هتعرف تحفظ. لو انت مش بتفهم من الدكتور بتاعك حاول انت تدور على اليوتيوب ايه المواد مثلا اللي هو بتاعتك، في مواد بتشرح مثلا على اليوتيوب، فحاول تدور مثلا اللي هو على اليوتيوب ايه المواد دي وشوف الدكتور المناسب ليك واللي هو تابع معاه، عشان الفهم مع الحفظ هيساعدك ان انت تحفظ المعلومه بشكل احسن. وبلاش بقى شغل البصمجه دلوقتي، خليها اللي هو فترات بس اللي هو المراجعه، فانت دلوقتي عندك وقت فحاول تفهم اللي هو مع الحفظ، فلو انت مش عاوز تنسى اللي ذاكرته يبقى لازم تراجع كل فتره وفتره، مش لازم تفهم كل حاجه لان وقت الدراسه بيبقى قليل بالنسبه اللي هو لكميه المواد والمنهج اللي انت بتاخده، فحاول تفهم بس اللي هو المهم واللي هو الدكتور ركز عليه في المحاضره. سابع حاجه الاسئله، الدكتور بتاعك بينزل اسئله عن اللي هو المحاضرات اللي بينزلها يبقى كتر خيره، والاسئله ركز عليها جدا لان نسبه كبيره منها بيجي منها في الامتحان. لكن بقى لو مش بينزل اسئله فتضطر ان انت تعمل اسئله لنفسك لان الاسئله بتثبت المعلومه. زي اصلا تعمل اسئله لنفسك، ممكن تخلي الذكاء الاصطناعي يعمل اسئله ليك انت، شات جي بي تي اللي هو تاخد كوبي من المحاضره وتحطها في شات جي بي تي وتقول له ان انت عاوز تعمل اسئله وهو هيحط لك اسئله على المحاضره.
او ممكن من دماغك مثلا هو تطلع مثلا هو سؤال مثلا هو من المحاضرة اللي هو اللي انت ذاكرتها. تعمل حاجة ازاي تخلص الامتحان قبل وقته. مهم جدا ان انت تحط لنفسك اسئلة اللي هو بيبقى تايمر معين مثلا هو مناسب تقريبا اللي هو الوقت الامتحان في الفاينل في الاخر، وتحط مثلا هو لو انت الامتحان في الفاينل هياخد 3 ساعات، فاقل مثلا هو نص ساعة حط مثلا هو الاسئلة بنفس عدد الاسئلة اللي هو في الفاينل، واللي هو مثلا هو 2 ساعات عشان يبقى عندك وقت محدد بس اللي هو وتاخد بس اللي هو محاكاة اللي هو بشكل وقت الامتحان في اخر السنة، عشان ما يجيش بس اللي هو في اخر السنة اللي هو تصطدم بس اللي هو بوقت الامتحان انت لازم تخلص الامتحان بوقت معين وده ممكن يوترك. تاني حاجة ابعد عن الليدر اللي هو المنصب اداري. ما تقولش بقى ان الليدر هيخليني ان انا اتعرف على الدكاترة ويعرفوا اسمي، ايوه دي ميزة، بس اللي هو عيوبه بتبقى كتير ان انت بيبقى عليك ضغط جامد جدا اللي هو بيبقى كل الدفعة تقريبا اللي هو بتسألك وكده، فبيبقى عليك ضغط كبير جدا ولحد ما بتأهمل دراستك. الليدر عيوبه اكتر من مميزاته، فابعد عن وجع الدماغ وخليك في حالك احسن. 10 حاجة افتكر انك بتدرس علم خالص لوجه الله، وافتكر ان انت في يوم من الايام ان شاء الله في المستقبل هتكون مسؤول ان شاء الله عن ارواح ناس، فراعي ربنا اللي هو باللي بتعمله، وحاول ان انت تذاكر على قد ما تقدر، ما تهملش خالص الجانب الديني عشان ربنا يبارك لك في مذاكرتك، وبالتوفيق ليكم جميعا ان شاء الله. وما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام، وقولوا لي في الكومنت ايه الحاجات اللي انتوا ناويين تعملوها وايه طرق المذاكره اللي انتوا ناويين تعملوها، شاركوني في الكومنت. واي حد عنده سؤال انا بقرا كل الكومنتس، وبالتوفيق ليكم جميعا ان شاء الله.